تخيل يا معلم لما اجي اقول لك ان في لعيبه عندها 16 و17 و18 و19 سنه و26 سنه وفوق ال 30 سنه عمرها ما انضمت للمنتخب المصري، وعمرها ما راحت حتى منتخب اول ولا اولمبي ولا ناشئين، عمرها ما حد بص عليها. وحتى لما بينضموا مره واتنين ويكونوا سد خانه، عمرهم ما راحوا كفريق اول ولعبوا اساسي مع انهم بيلعبوا في الدوريات الخمسه الكبرى زي المانيا واسبانيا وفرنسا وانجلترا وايطاليا، واكيد محتاجينهم وفي مراكز احنا محتاجينهم وبندور عليهم. بس عمرنا ما دورنا عليهم. بنلعب لعيبه يعتبر ربع اللي هم بيعملوه بره احنا بنلعبهم عندنا، وبنلعبهم في المنتخب، وعمرنا ما بصينا حتى اللي احنا بنروح نجيبهم. عندنا 10 لعيبه النهارده هنتكلم عليهم، 10 لعيبه عمرهم ما راحوا المنتخب، و10 لعيبه مصريين لو فكرنا عليهم وبصينا عليهم عندهم 18 سنه و20 سنه وكتير قوي كبار منهم. هنتكلم عليهم النهارده. بس تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانا زياد ماجد ودي حلقه المنتدى، ويلا بينا نخش في الحلقه. هنبدا بقى باول لاعب، واول لاعب هو سام مرسي، عنده 32 سنه، كابتن إبسويتش تاون. إبسويتش تاون لسه صاعد جديد للدوري الانجليزي. ماشي، هو ممكن يبقى مش فريق كبير بس على اللي بيلعب في انجلترا. هو لاعب كبير سنا، بس احنا كنا بنجيب النني اللي ما كانش بيلعب في ارسنال. ده كابتن نادي في الدوري الانجليزي وكابتن فريق، وكان واخد احسن لاعب في الفريق في الشامبيونشيب السنه اللي فاتت، وشفناه كلنا قدام ليفربول. وعمل اداء حلو قوي قدام ليفربول. هو لسه ما لعبش السيتي، الحاجه دي متسوقه قبل السيتي، الله اعلم هتنزل امتى، بس هو والله اعلم هتنزل ولا لا. بس هو كان يعني كابتن فريق في الدوري الانجليزي واول كابتن مصري في الدوري الانجليزي. فانت عندك لعيبه كتير قوي ممكن تجيبها، وعندك لعيبه قوي ممكن تضمها احنا ما بنشوفهاش. 32 سنه، النني كان اكبر منه بكتير، النني وما كانش اساسي في ارسنال. النني عنده مشاكل في الباص. النني يا معلم، انت نص الملعب ده اساسه اصلا انك بتعمل باص. انت بتلعب نص ملعب وما بتعرفش تعمل باص لقدام عدل. احنا كلنا اتشلينا في افريقيا اللي فاتت بتاع كوت ديفوار انك يا معلم بتعمل ميس باص كتير، وحتى الباص انت بتعمله صح ما بتعملوش قدام، انت بترجعه لورا. فانت عندك كميه مشاكل. وما كانش النني بس عنده مشكله في افريقيا اللي فاتت. بس يا معلم انت ده البرواز بتاعك، انت بتبروزه لانك هو لاعب بيلعب في ارسنال الانجليزي، انت جايبه على سلو محترف. هو اقل بكتير من لعيبه كتير بتلعب في الدوري المصري. فانت يا معلم ليه ما تروحش تبص لسام مرسي؟ يعني محدش بص لسام مرسي. سام مرسي ما انضمش المنتخب الا مع هيكتور كوبر، وهيكتور كوبر انضم للمنتخب وما لعبش. كان زيه زي كريم حافظ. يعني لو حد فاكر كريم حافظ انضم للمنتخب اللي هو بتاع تصفيات كاس العالم 2018، والصراحه فل محدش يسمع عن كريم حافظ حاجه، يعني فاهم. ففي لعيبه كتير قوي، وكريم حافظ ده بيلعب في الدوري المصري وكان بيلعب في الدوري الفرنسي. بس هو يا معلم انت دلوقتي سام مرسي بيلعب في الدوري الانجليزي، 32 سنه، كبير سنا، بس هتحتاجه حتى لو عامل خبره، حتى لو هتنزله من على الدكه في اوقات انت ممكن ما عندكش بدائل ممكن تنزلها. احنا هو ممكن احسن بكتير من محمد محمود مثلا، ولا من محمود حماده اللي احنا بنجيبهم من الدوري المصري. ففي لعيبه كتير قوي انت ممكن تجيبها وما بتضمهاش. فليه احنا ما بنضمش اللعيبه دي؟ نروح للاعب التاني وهو نادر غابو. نادر غابو بيلعب في الدوري الاسباني، عنده 26 سنه. يعني نادر غابو احنا اكيد هنحتاجه، بيلعب في مركز احنا محتاجينه جدا. احنا ليه ما نجيبش نادر غابو يبقى بيلعب في المنتخب الاول، بان عنده 26 سنه، فاحنا ممكن نجيبه يلعب في المنتخب الاول عادي جدا، يلعب مكان لعيبه احنا بنضمها. عندنا مشكله في سنتر باك، طب ما نجيبه يلعب سنتر باك، هو اصلا بيلعب سنتر باك. واحنا كلنا شايفين المنتخبات اللي بره ما بتجيبش، هم مش كلهم نجوم. يعني انت لو بصيت في المغرب مثلا هم مش كلهم بيلعبوا مثلا في ريال مدريد برشلونه، فما فيش الا حكيمي مثلا هو اللي بيلعب مثلا في باريس سان جيرمان. وعندك الناحيه التانيه بيلعب اناحي مثلا، كان بيلعب في انجيليه. ففي لعيبه كتير قوي بتلعب ما بتلعبش في الاي كلاس مثلا، ما بيلعبش في ريال مدريد وبرشلونه، فبيلعبوا في انديه قليله كتير وممكن نروح نجيبهم. يا معلم انت السنغال ما مش كلهم بيلعبوا في ريال مدريد وبرشلونه، يعني كلهم ما كانش في عندهم الا ماني هو اللي بيلعب في ليفربول، وكان عندهم مثلا بو نصار يعني احتياطي ثالث او رابع او خامس في بايرن ميونخ. بس انه بيلعب اصلا بيحتك بلعيبه حتى لو في التمرين، ده ممكن تروح تجيبه يا معلم عادي. وبو نصار كان حلو،
يعني انك تجيب ان يبقى عندك قايمه كلها محترفين. احنا كلنا شفنا المنتخب الاولمبي اما جه يلعب المغرب، لو فتحت قائمه المغرب مش هتلاقي فيها الا لاعب واحد بيلعب في الجيش الملكي في المغرب، الباقي كله محترف، لعيبه كلهم اولمبيين، ويعني كلهم محترفين بره. فانت ليه ما تجيبش حتى لو بيلعبوا في انديه مش ايه كلاس، او بيلعبوا في كلهم في الليج 1، او اللي هو يا معلم ان كلهم بيلعبوا في انديه كبيره، او كلهم بيلعبوا في انديه منتصف جدول في الدوري الاول عموما، الدوري الممتاز اذا كان انجلترا ولا فرنسا. هاتوا يا معلم حتى لو هينافسوا على مكانهم، اكيد هيبقوا احسن من اللعيبه كتير اللي بتجاوا من الدوري المصري. هنروح لتالت لاعب وهو سليم تلب. سليم تلب بيلعب في المانيا في هيرتا برلين، عنده 18 سنه، لاعب عنده 18 سنه ديفرنشال، ممكن نجيبه ويبقى بعدين كده نحتاجه بعدين. يعني يا معلم انت هاته وبيلعب نص ملعب، انت 18 سنه بيلعب نص ملعب، اكيد بعدين لو انت بنيتها عليه هنشوفه قدام، بس انت ابني عليه، انت بص من دلوقتي وابني عليه يا معلم. سمير طلب اكيد احسن من محمود حماده، انا اسف لمحمود حماده، يعني احترامي لمحمود حماده، بس هو اكيد احسن من محمود حماده، اكيد احسن من لعيبه كتير واحنا جايه في الدوري المصري. يعني ليه احنا مش فاهم ليه بنضم لعيبه في الدوري المصري واحنا عندنا لعيبه كبيره قوي بتلعب في بره احنا ممكن نبص عليها. هو اكيد ما وحش الدوري الالماني وهيرتا برلين خدوا وصعدوا فريق اول. يعني هو دلوقتي اللعيبه اللي انا جايبها دي كلها ما بتلعبش الا كلها في الفيرست تيم، يعني هو لسه صاعد فريق اول، عنده 18 سنه ولسه صاعد فريق اول، يبقى هو اكيد ممتاز. شفت ليه فيديوهات هو ممتاز، بس الفيديوهات مش بتبان كل حاجه. انا اكيد ما بفرجش على هيرتا برلين، اكيد ما بفرجش على الدوري الالماني، بس اكيد هيرتا برلين مش هتصعده الفريق اول غير ما لا يكون لاعب ممتاز جدا. ورابع لاعب بقى معانا او خامس لاعب انا ما بعدش، بس انا هقول اللعيبه اللي انا شايفها فعلا ديفرنشال ممكن تبقى محتاجينها بعد كده. وخامس لاعب معانا وهو عمر مجيد. عمر مجيد عنده 18 سنه، بيلعب في المانيا، بيلعب في هامبورغ، لاعب احنا ممكن نحتاجه لان انت عندك مشكله في المركز ده، عندك مشكله في الاستمراريه، عندك مشكله في ان لاعب في الدوري المصري يفضل يبقى ماشي على نفس الريتم. عندك ابراهيم عادل هو بديل لتريزيجيه حاليا، لان انت بتلعب بمرموش كسترايكر، انت ما بتلعبش دلوقتي مرموش او ما بتعتمدش على مرموش كوينج، انت بتلعب مرموش سترايكر، فانت عندك اتنين سترايكر مصطفى محمد ومرموش، والاتنين محترفين ودي حاجه حلوه قوي. واحد جده وهيدر حلو قوي، وواحد سريع وبيجري وفينشر حلو قوي، فانت عندك اتنين انت معتمد عليهم كسترايكر فيفضلوا سترايكر. انما عندك الناحيه التانيه عندك لاعب زي ابراهيم عادل ممكن بعدين ميبقاش جامد، هو حاليا هو احسن وينج شمال في مصر في الدوري المصري، بس احنا عارفين ان في لعيبه قوي بننفخ فيها في الدوري المصري ما بتبانش بعدين وبتختفي. فانت عندك تريزيجيه عنده 29 سنه، تريزيجيه بيلعب في تركيا، محترف، بس تريزيجيه قدامه سنتين 3 4 بالكتير وهيبقى ميت، او هيبقى خلاص يا معلم، اللي هو مش هيبقى عندك اللي هو البريشر اللي هو يعمله، او يبقى عنده عامل السن برضه يبقى مؤثر معاه. فتريزيجيه سنتين 3 4 هيبقى عنده 2 33 سنه، خلاص هو خلص، تريزيجيه مش هينفع يكمل معاك كده، فانت هتروح لأقرب خيار ده. انت دلوقتي شايف ان ابراهيم عادل ممكن يبقى بعدين حلو، ممكن يتصاب لا قدر الله، ممكن يبقى شايف اللي هو انا بقى نجم زي طاهر محمد طاهر، شايف ان انا بقيت نجم، شفت ان انا بقيت ان الانديه كلها عايزاني، احترفت مره واثنين وثلاثه وطلبت الاحتراف مره واثنين وثلاثه، قبل او رفض دي بتاعته، بس هو لو رفض وقعد في الدوري المصري فيا معلم انا مش شايف لك حاجه. فليه عندي واحد 18 سنه تريزيجيه هيعتزل بعد 4 سنين تمام، فليه ما نروحش نهيئ الواد ده اللي هو يبقى عنده 21 سنه، نروح نقول له يا معلم والله انت بعد 3 4 سنين هتيجي تنضم للمنتخب، ونبدا نهيئه من دلوقتي ان هو ينضم للمنتخب بعد 3 4 سنين، فيبقى لاعب عنده اللي هو انا بلعب في هامبورغ او بلعب في نادي في الدوري الالماني، نادي كبير في الدوري الالماني، هامبورغ مش نادي قليل في الدوري الالماني، حاليا نادي من متوسط الجدول، فانا بلعب دلوقتي في نادي في الدوري الالماني في العموم، حتى لو في الدوري الالماني درجه تانية ما عنديش مشكله، هو بيلعب في اوروبا وبيلعب بيحتك بلعيبه كبيره قوي ممكن نجيبهم بعدين.
فليه ما نجيبوش يا معلم نقول له تعالى بص كده على اللعيبه دي، وبص يا معلم احنا ممكن نجيبك انت تيجي تلعب هنا بعد 3 4 سنين، العب دلوقتي مع المنتخب الاولمبي وانضم لكل المعسكرات في المنتخب الاولمبي وانضم لكل المعسكرات في لعبه تحت 18 سنه. هنحتاجه بعدين لو بصينا عليه وجبنا ورقه وخلصنا ورقه اللي فيه مشاكل كبيره قوي عليه. فانا مش فاهم ليه احنا لحد دلوقتي يا معلم ابراهيم دياز ساب اسبانيا وراح المغرب عشان الناس بتوع المغرب بيتحركوا وبدا يتحركوا ان هم يضموه. احنا غيرنا جنسية وسام ابو علي من الدنماركي للفلسطيني، يعني احنا عملنا داون جريد بطريقه كبيره من الدنمارك لفلسطين عشان بس يلعب في الاهلي. ففي ناس اتحركت عشان تعمل كده، فاحنا ليه ما حدش يتحرك عشان يعمل كده، ومحدش يتحرك عشان يروح، او محدش خد اللي هو يا معلم انا ممكن اروح اعمل كده. كلنا معتمدين على بعض وكلنا اللي هو بعدين ممكن نعمل وبعدين ممكن نسوي وسيبها ماشيه زي ما ماشيه. فهي سيبها زي ما ماشيه يا معلم، ما احنا مش هنطلع قدام فاهم. ما تجيش تطلب مني وتقول كل مؤتمر صحفي تقول لي اصل انا ببني للمستقبل وببني اللي هو بعدين ممكن نروح لكاس العالم. من الفواكه اللي احنا ممكن نتكلم عليه انا جايب لاعب من بنجلاديش يعني اسمه مصطفى كعرابه، عنده 36 سنه، فهو كان كاس كيب يعني. بس هو انا قلت اللي فيه لاعب عنده 36 سنه بيلعب في بنجلاديش، بيلعب في نادي رحمة رنج، فعنده 36 سنه مش عارف ليه بيلعب كوره اصلا لحد دلوقتي يعني. هو عموما منضم للمنتخب برضه يعني، هو مصطفى كعباره ده عموما منضم للمنتخب قبل كده. طب احنا كده خلصنا اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا عندها 18 و19 سنه اللي احنا ممكن تبقى ديفرنشال عليهم. في لعيبه تانية هنتكلم عليها في حلقه تانية بعد كده، هنطلع لها جزء تاني وهنتكلم عن لعيبه بتلعب في الخليج ومحترفه في الخليج هنتكلم عليهم برضه. طيب نروح بقى اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا احنا عارفينهم وممكن محدش عارف هم بيلعبوا فين او محدش عارف هم بيلعبوا في دوري ايه، هنقولهم كلهم دلوقتي. زي مصطفى محمد بيلعب في فرنسا، تريزيجيه بيلعب في تركيا، عمرو ورده ويوسف ابراهيم الاثنين بيلعبوا في اليونان، وعندك رامي عادل بيلعب في هولندا، وزي عمرو خالد بيلعب في روسيا، وعندك محمد ياسر واسامه شعال بيلعبوا في التشيك. لعيبه كتير قوي احنا ممكن نبقى عارفينهم حتى ممكن ما تعرفهمش بيلعبوا في دوريات بره، احنا لو بصينا عليهم حتى ممكن ينضموا للمنتخب لو ما بينضموش، او حتى نبص عليهم هم حلوين ولا لا. احنا اكيد في لعيبه من دي احنا محتاجين نركزها، بس لو بصينا عليهم وضمناهم للمنتخب واتحركنا شويه لقدام اكيد هتفرق كتير قوي، ولو عايزين نحسن في المنظومه اكيد هتفرق كتير برضه. فبس الحلقه خلصت. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم زي ماجد في منتدى. سلام.